فيه لحظة في حياتك هتحس إنك لوحدك، إنك بتحارب لوحدك، وإن كل الناس حواليك ضدك أو مش شايفينك أصلاً. بس خليني أقولك الحقيقة اللي ممكن تغير تفكيرك كله. لو وصلت للحظة دي فأنت أقرب حاجة للنجاح، بس بشرط واحد: تعمل الحاجات اللي هقولك عليها دلوقتي وتركز فيها للنهاية. يا صديقي، أهلا بيكم يا أبطال في فيديو جديد من قناة بين السطور. لو أول مرة تشوفنا أنصحك تشترك فورا، لأن هنا بنحكي الكلام اللي بيوصل للقلب. وما تنساش تذكر الله معانا دلوقتي. اكتب في التعليقات: اللهم ثبتني واهدي قلبي. ويلا نبدأ على بركة الله. الجزء الأول: افهم ليه الناس ضدك. مش كل الناس ضدك لأنك غلط. فيه ناس هتكرهك علشان شافوا فيك حاجة هم مش قادرين يعملوها، أو لأنك بدأت تطلع من دائرة الفشل اللي هم لسه فيها. النجاح بيوجع اللي مش عايز يتغير، فلما تلاقيهم بيحبطوك أو بيقللوا منك اعرف إنك ماشي صح، وده أول دليل. 2: اقطع كل صوت سلبي حتى لو قريب منك. أحيانا اللي بيحبطك مش غريب، ده ممكن يكون صديق، أخ، أو حتى أب. مش شرط تقطعه، لكن خف وجوده وما تسمحش لكلامه يدخل قلبك. فلتر كل صوت واحتفظ بس باللي بيبنيك. 3: اختلي بنفسك كل يوم. ابعد عن الضوضاء 15 دقيقة بس في اليوم، وقعد مع نفسك. اسأل نفسك: أنا عايز أوصل لإيه؟ أنا فين دلوقتي؟ إيه الخطوة الجاية؟ الهدوء ده بيخليك ترجع تركز، والتركيز هو سلاحك ضد أي عدو أو مثبط. 4: اشتغل بصمت وخطط بذكاء. مفيش نجاح بيجي بالحظ. الناجح الحقيقي بيخطط، بيكتب، بيرتب وقته. إياك تستنى الدافع. ابدأ بالشغل وهتلاقي الدافع بيجي لوحده. 5: اقرأ ولو صفحة في اليوم. القراءة مش رفاهية، دي وقود العقل. كل كتاب تقرأه بيزودك خطوة، وكل معلومة بتاخدها هي درع في طريقك. وفي النهاية اوعى تفتكر انك لازم ترضي الناس علشان تنجح. رضاهم مش هدفك، النجاح هو هدفك. ركز، خطط، اسكت واشتغل، وهم في الآخر هيشاوروا عليك ويقولوا: كنا نعرفه لما كان، بس بص عليه دلوقتي. لو حسيت في يوم إنك لوحدك أو إن الكل ضدك، اكتب في التعليقات: أنا قوي وهكمل رغم أي حاجة. وما تنساش تشترك في القناة، لأن اللي جاي هيغير حياتك بإذن الله.